بص، لو كنت بتحب الابداع ونفسك تكسب فلوس بالدولار وكمان تشتغل وانت قاعد في بيتك، ففي مهارة واحدة تقدر تحقق لك كل ده: المونتاج. وللأسف الناس اللي مش عارفة قيمة المونتاج في 2025 هتفوت عليها فرصة عمرها. وأنا بقولك كده عشان كنت مكانك بالظبط من كام سنة، وكنت شايف المونتاج إنه حاجة جانبية، لكن لما بدأت أتعلمه بجد كل حاجة في حياتي اتغيرت. خليني أقولك القصة. زمان كنت زي اي حد، كنت بشوف فيديوهات على اليوتيوب ودايما معجب بشكل المونتاج اللي في الفيديوهات دي، وبقول ايه اللي يخلي الفيديو جامد بالشكل ده، لحد ما قررت ان امنتج فيديو بنفسي. دخلت عالم المونتاج وكنت فاكر اني هتعلم كل حاجه في يوم وليله، لكن اول فيديو عملته كان كارثة. كنت بحط افكتات وخلاص بطريقة عشوائية، بس بدل ما استسلم فضلت احاول واتعلم، ومع الوقت بقيت قادر ان اخلي اي فيديو شكله احترافي. ومن هنا بدأت ان انا اشتغل مع صناع محتوى كبار ورجال اعمال، ومن مجرد شغف بقى مصدر دخل اساسي ليا. السؤال المهم هنا: ليه لازم تتعلم مونتاج دلوقتي؟ السوشيال ميديا بقت هي المستقبل دلوقتي في العالم. كل شركة، كل شخص بيحاول انه يروج لنفسه محتاج فيديوهات بجودة عالية، ومفيش حد هيقدر يعمل كده غير المونتير المحترف. وكمان الفلوس بقت في المجال ده ضخمة جدا. الشركات ورواد أعمال وكمان صناع محتوى كلهم بيدفعوا فلوس كويسة جدا للمونتيرز، بس بشرط يكون فعلا بيقدم جودة حلوة. وكمان تخيل انك تكسب فلوس بالدولار من اي مكان في العالم، ده حلم ما كانش حد يتخيله. واحد الحاجات المهمة ان الطلب على المونتاج زاد جدا الفترة الأخيرة. دلوقتي لو فتحت لينكدين او مواقع الفريلانس هتلاقي آلاف الناس بتدور على مونتير محترف ومستعدين يدفعوا أسعار عالية جدا لأي حد فاهم في شغله. وآخر نقطة وهي التطور السريع في الذكاء الاصطناعي مش هيهدد المونتير. في ناس بتقولك ان كاب كات وادوات الذكاء الاصطناعي هتقضي على المونتير، لكن ده مش حقيقي، لان اللي بيميز المونتير الشاطر هو الاحساس بايقاع كل فيديو. هاتلي بقى اي اداة ذكاء اصطناعي هتعمل كده. واخيرا خليني اقول لك نصيحه شخصيه: لو انا مكانك دلوقتي وعندي فرصه ان انا ارجع ابدا من جديد، كنت هبدا من النهارده بدون تفكير. كنت هبدا اتعلم اساسيات المونتاج، اشتغل على مشاريع صغيره، اتدرب يوميا، وابدا اقدم خدماتي لاي حد محتاج مونتير. لان خليك فاكر حاجه: لو بدات النهارده بعد 6 شهور ممكن تكون شغال مع شركات كبيره او يوتيوبرز كبار، والدخل بتاعك هيزيد بطريقه عمرها ما كانت هتحصل لو وقفت مكانك. فلو عايز تبدا تعمل فلوس من المونتاج هسيب لك لينك في الديسكريبشن، مجمع لك كل الكورسات المجانيه اللي هتخليك تبدا وتوصل لمستوى احترافي. ما تنساش بقى انك تعمل لنا فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.